ولكن الإنسان في حياته، الإنسان المخلص لله همه هو تقوى الله، همه أن يكون في جوار الله، أن يكون في معية الله، وإذا ما كان كذلك فالله معه. الله سبحانه وتعالى في معية من كان معه، في معيته. وأما من كان من حزب الشيطان فهو بعيد عن الله، بعيد عن الله سبحانه وتعالى. الشيطان ولي، ومن يتخذ الشيطان وليا فهو ولي له، أما من اتخذ الله وليا فهو ولي له. نعم. ولذلك نرى بأن الحق سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى فيقول: إن الذين قالوا ربنا الله بمعية الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة للاطمئنان، تطمئنهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ألا تخاف، ما تخافش من الايه؟ مما أنت مقبل عليه، لأن صحيح أنه الإنسان مقبل على يوم تشيب فيه النواصب، يشيب فيه الولدان. المؤمن لا يخاف من هذا، لأن ربنا أطمنه ألا تخاف. وإيه تاني؟ قال ولا تحزن، ما تحزنش على اللي أنت هتسيبه، سواء كان مالا أو ولدا أو زوجة أو صديقا أو جارا، ما تزعلش عليه، ما تحزنش عليه. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأن ربنا هو الوعد، ووعده حق يا أخوانا. وعد الله لا يخلف الله وعده، إذا وعد بشيء ما بيخلفش. إذا اطمئن أنك مع الله والله معك، والله سبحانه وتعالى يأتي بك آمنا مطمئنا لا تخشى ولا تحزن. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ اللهم صل عليه. يقول لنا إن المؤمن، خلي بالك، إن المؤمن بالتأكيد أهو، إن المؤمن ماله ده يا رسول الله؟ إذا كان في انقطاع من الدنيا، بيودع الدنيا، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة، ده في الاحتضار أهو، ده في ساعة الاحتضار، أتته ملائكة من السماء زي ما وعد ربنا، تأتيه الملائكة لتبشره. أتته ملائكة من السماء بيض الوجوه، اللهم صل على النبي. قوموا واستغفروا، قوموا واستغفروا، اللهم اغفر له وارحمه. تعالوا خلي الرأس اليمازي، تعالى بس. بس خليها محمد حل مكانك يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى خليكم معانا الشهر كده. اتفضلوا اقعدوا يا اخوانا، اتفضلوا اقعدوا. فالنبي بيقول ايه يا اخوانا؟ اللهم صل عليه. وعاوزين نقول الكلام ده كويس، نعي هذا الامر ونثق فيه، لانه كلام رسول الله، وكلام رسول الله مش من عنده هو، وانما هو ان هو الا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، ما بيقولش الكلام ده من تلقاء نفسه ولا من هوى نفسه، ولكن اوحى الله اليه ان قل لعبادي كذا كذا، خلاص. يبقى هو قول الرسول، قول الله عز وجل.
بيقول إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا يودع الدنيا ويستقبل الآخرة. إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة من السماء بيض الوجوه. دي البشارة أهو، دي البشارة الأولانية. بيدهم حنوط من حنوط الجنة، الغسول غسل من الجنة، أيوه، وكفن من أكفانها. الله، جايين ليه؟ أنا عشان المؤمن ده هو أتته ملائكة من السماء بيض الوجوه بيدهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفانها فيجلسون إليه مد البصر. وشايفهم؟ أيوه هو شايفهم. يراهم؟ نعم يراهم رأي العين، نعم. ده البشارة الأولانية. طب البشارة الثانية، ويأتيه ملك الموت يجلس عند رأسه. يا ترى ملك الموت هيجي مكشر غضبان؟ لا، بالمؤمن مستبشر مبتسم، يجلس عند رأسه ويناجيه: يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، الله، اخرجي إلى ربك راضية مرضية. الله، راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيه؟ سورة الفجر، راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي. ده هي بشرى ايه؟ طيب، قال روح العبد المؤمن زي ما بيقول بعضهم انها 70 ضربة بالسيف و70 طعنة بالرمح. مين اللي قال الكلام ده؟ ده روح العبد المؤمن تسيل كما تسيل النقطة من فيه السقاء. سهلة. شوف بقى كده كوباية المية لما تنزل نقطة المية من كوباية المية كده سهلة هينة لينة. ده العبد المؤمن، نعم العبد المؤمن. فلا يتركوها في يده. الجماعة بقى من هم؟ اللي هم الملائكة اللي هم على بعد النظر دول. لا يتركوا روح عبد المؤمن بيد ملك الموت طرفة عين، بسرعة يختطفون هذه الروح الطيبة ويغسلوها ويكفنوها بهذا الغسول وهذا الكفن، نعم. ثم يصعدون بها إلى السماء، لها رائحة طيبة كأحسن نفحة ريح وجدت على وجه الأرض. الله، هذه الرائحة الطيبة تملأ الآفاق ما بين السماء والأرض، تملأ الآفاق ما بين، لا يشمها الملائكة اللي هم موجودين بين السماء والأرض، فيستعجبون ويتعجبون: لمن هذا الروح الطيب؟ لمن هذا الروح الطيب؟ فيقولون إنها لفلان لابن فلان بأحسن أسمائه. ثم يستفتحون أبواب السماء. يستفتحون، يفتح له، نعم يفتح له. في شرف، نعم. في استقبال، نعم. يستفتحون أبواب السماء فيفتح له ويشيعه. انظر، ويشيعه هذه الروح الطيبة من كل سماء مقربوها من الملائكة. يعني في السماء الأولى يأتي وجهاء الملائكة بتاع السماء الأولى، طلعت في السماء الثانية يأتي وجهاء الملائكة من السماء الثانية، وهكذا إلى السماء السابعة. يصعدون مع هذه الروح الطيبة حتى السماء السابعة. ثم ينادي الحق، الله، على من؟ على الملائكة دول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. يا الله اجعلنا منهم يا رب. اكتبوا كتاب عبدي في عليين. ذلك قول الحق جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. أنت عارف الدرجة دي فيها إيه؟ وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده من؟ اللي هم مشيعينه دول. يشهده المقربون، يشهده المقربون.
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. نعم، يشهده من المقربون. وبعد أن يكتب الكتاب في عليين، وبعد أن ينتهي تسجيله في عليين ويشهد على ذلك المقربون من الملائكة، ينادي الحق عليهم أيضا: ردوا روح عبدي إلى جسده. ردوا روح عبدي إلى جسده. الأرض تاني؟ نعم. ثم تأتي الروح وتلبس الجسد مرة تانية ويصحوه من إيه؟ من غفوته هذه، ويجلسانه برفق، ويأتيه ملكان بيض الوجوه برضه، يأتيه ملكان ويسألانه هذا السؤال: من ربك؟ الله. هو المؤمن نسي ربنا في السويعات اللي هي فيه مادة دي؟ ده طول حياته يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سجلت في قلبه وعشقها لسانه وجوارحه، لا إله إلا الله، لا ينسى الحق سبحانه وتعالى، لا ينسيه أبدا. نعم، يذكره حتى ولو كان لازم يذكره. نعم، ربي الله. ما دينه؟ ديني الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا بالحق ينادي في السماء ويصدق على هذا القول: صدق عبدي. يا رب، يا رب، صدق عبدي، صدق عبدي. يقولها 3 مرات. نعم، بالتأكيد، صدق عبدي. نعم، نعمله تاني: يا رب اكسوه كساء من الجنة، وأفرشوه فراشا من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. اللهم اجعلها منهم يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله سعيكم جميعا، وإلى فضيلة الشيخ. يا الله